السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله بقى نعمل مع بعض كده ايه، حاجة حلوة سهلة برضو زي ما تعودين معانا بعض. حاجة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي وتكون جاهزة معانا. تورتة الجيلي ديت او حلوى الجيلي زي ما بنقول عليها، بالفراولة. طبعا موسم الفراولة موجود دلوقتي معانا في السوق، يا ريت بقى نستغله كده، نعمل منه وصفات حلوة زي ما احنا متعودين. نستغل الفاكهة اللي موجودة في السوق في الموسم بتاعها، ونستغلها في ايه، في كل الحلويات اللي احنا بنشتغل بيها او بنعملها لاولادنا. النهارده بقى ايه، جبت فراوله كده، هاتي الكميه اللي تناسبك واللي تعجبك. انا كنت جايبه كيلو بس طبعا ما اخدتوش كله، اخدت شويه كده قطعتهم طرنشات، طبعا غسلتها الاول وقطعتها بقى كده طرنشات. قطعي كميه حلوه على حسب الحاجه اللي انت هتعملي فيها. انا عملت في الصينيه اللي هي المفرغه من النص دي عشان تدينا الشكل اللي طلع معانا في اول الفيديو. شكلها حلو وعجبت الولاد، ولو جالك ضيف على غفلة ما خدتش معانا وقت خالص. بصوا هنبتدي بقى كده. جبت باكوين جيلي، بسم الله. جبت باكوين جيلي من الجيلي ماي واي دوت. استعملي الجيلي اللي يعجبك، بس دوت انا جربته ولقيته كويس. كنت جايبه العلبه دي 3 عبوات، انا اخدت عبوتين بس علشان المقدار يعني اللي اعمله مش كبير. ممكن لو هتعملي في صينيه كبيره او في طاجن يعني كبير شويه ممكن تاخدي ال3 اكياس. هنا مكتوب ان لكل كيس نص كوبايه ميه سخنه ونص كوبايه ميه بارده. انا عملت الكيسين، اخدت كوبايه سخنه، نص كوبايه سخنه ونص كوبايه بارده بس. ليه بقى؟ لان انا عايزاه تقيل، عايزاه يبقى متماسك كده علشان لما اجي اقلب الصينيه ما يبقاش سايل او خفيف. فانا عملت كده المقدار دوت، قللت يعني كميه الميه اللي مكتوبه على الكيس على العبوه علشان يبقى تقيل. هنا هقلبه بقى كده على النار الاول قلبته كده شويه وبعد كده شغلت النار علشان اتاكد ان هو داب كويس. وبعد كده هنفرغه بقى بالايه، في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها ايا كان بقى الصينيه اللي عندك. سواء الشكل ده بقى، بس عجبني يعني الشكل ده عشان يدينا ايه، الشكل النهائي الحلو. لو مش موجودة عندك، مش متوفرة، اعملي بقى في أي صينية تانية، أو ممكن كوبايات يعني من اللي هي بتاعة الجيلي دي أو الآيس كريم أو كده. البولات الصغيرة بتاعة الرز بلبن برضو حلوة جميلة، هتبقى برضو باينة معانا، اللي هي الإزاز يعني هيبين معانا الطبقات. هنا بقى ايه، هنرص بقى الفراولة اللي احنا قطعناها. زي ما قلت لك قطعي الكمية اللي تناسبك، انا قطعت الحبة اللي احنا شفناهم مع بعض دول، ودلوقتي رصيتهم بقى في الجيلي وادخلها بقى التلاجة شوية علشان طبعا تتماسك عبال ما اخلص الطبقة التانية اللي هي مهلبية او القشطة الكدابة زي ما بنقول عليها. معانا بقى كوباية لبن ونص كوباية نشا، هنقلبهم مع البارد وبعد كده نشغل النار. اهو بصوا، هنا بقى حطيت اللبن وهحط النشا وهقلبهم كويس قوي لحد ما هتأكد ان هم دابوا. بعد كده هشغل النار عليهم ونحط معاهم نص كوبايه سكر. طبعا احنا الطبقه الاولانيه بتاعه الجيلي ما حطيناش معاها سكر علشان الجيلي احنا عارفين ان هو بيبقى متحلي، لكن الطبقه دي طبعا لازم نحط سكر عشان تبقى السكر بتاعها مظبوط. هنقلب كويس وبعد كده شغلت النار علشان لحد ما تتماسك معانا. وطبعا الطبقه اللي احنا عملناها بقى في التلاجة يعني او في الفريزر، حسب ما انتي لو مستعجله حطيها في الفريزر. انا حطيتها في التلاجة شويه ولقيتها عايزه تماسك اكتر، رحت حطيتها في الفريزر لان كانت الطبقه دي خلصت معايا، فكنت عايزه ايه اعمل الطبقتين على بعض. هنا بقى هعمل الطبقه التانية دي، طبقه المهلبيه او القشطه الكدابه زي ما بنقول عليها. خلاص كده داخله اهي، قربت تتماسك معايا. اول ما تتماسك انا ايه، آه حطيت بقى عندي كوبايه قشطه كده، حطيت نص كوبايه قشطه طبعا عشان تعزز الطعم بتاعها وتديها قيمه غذائيه حلوه، وطبعا الطعم هيفرق معانا. لو مش موجود عندك عادي مش مشكله، بس ايه، طبعا اكيد اضافتها هتزود من القيمه الغذائيه والطعم الاحسن طبعا، حسب بقى ما موجود عندك، بس ايه طبعا هتدينا قيمه احسن يعني. دي كانت نص كوبايه قشطه كده، كنت شايلاها من وش اللبن اللي قبله، فحبيت ان انا استفيد بيها بقى ايه مع الوصفه ديت. اهي ابتدت تتقل معانا. طبعا ضفنا السكر وقلبنا كويس. اهي بصوا بقت تتمسك اهيت. ولو عندك بقى اي فانيليا حطي برضو فانيليا، هتديها طعم وريحه حلوه قوي. بصوا انا كده وطيت النار علشان تستوي كويس، وخلاص كده قربت تتمسك معانا اهيت. بصوا السمك كده بقى ابتدى اهو يتقل معانا، خلاص دقيقتين كده وهفصل عليها النار.
ما خدتش معانا وقت خالص. لو جايلك ضيف على غفلة هتعمليها في 5 دقايق. لو اخر اليوم كده لاولادك، او بصوا دي الفانيليا هتديها طبعا ريحة حلوة، زي ما بنعمل كده الرز بلبن وبنعمل مهلبية، بنضيف عليهم برضو ايه الفانيليا كده، بتديها ريحة حلوة قوي. نقلبها كويس عشان تتوزع على العبوة كلها. وبعدين خلاص كده هطفي النار عليها. طبعا الفانيليا بنحطها اخر حاجة عشان ما تديش مرارة. فكده خلاص كده بصوا تماسكت معانا، طلعتها بقى من التلاجة اهي اتماسكت معانا. المفروض انا بقى غلطت غلطة هنا ان انا ايه ما صبرتش عليها قوي. هي يعني سكت شوية، بس المفروض كانت صبرت اكتر. لما تيجي بقى تعملي كده تحاولي ان انت تسيبيها تبرد اكتر. انا بس كنت مستعجلة علشان يعني ايه كنت مستعجلة عليها، عايزة اعمل الطبقتين على بعض وتتماسك مع بعضها. بس برضو طلعت الشكل النهائي حلو برضو، يعني ما باظتش الحمد لله ولا حاجة. بس انتي برضو سيبيها ايه تبرد اكتر هتبقى احسن يعني. انا قلت بقى عشان تتمسك مع بعضها الطبقتين يمسكوا مع بعض، ما تبقاش ايه منفصلة دي لوحدها ودي لوحدها. بصوا هفضي بقى الطبقة الابيض دي اللي هي المهلبية او القشطة، هفضيها كلها. بصوا بقى اكتشفت بقى إيه لما اتحطت العبوتين على بعض، طبعا دي سخن ودي بارد. هي انا سبتها بردت شوية، بس كانت عايزة تبرد اكتر يعني. البخار اللي طلع دوت طبعا ده غلط، ان انت ايه تضيفي سخن على بارد عشان ايه ما يسيحش، يعني طبقة الجيلي ما تسيحش. بس الحمد لله ما ساحتش ولا حاجة. بس كانت عايزة المفروض تتساب اكتر، يعني انها تبرد اكتر. انا قلت هي بردت كويس، لما حطيت ايدي على اللبانة يعني كده لقيتها بردت، قلت خلاص كده كويس، بس هي كانت عايزة تتساب اكتر. بصوا ما شاء الله طلعت جميلة وشكلها حلو قوي، وحاجة قيمة لو جالك ضيف كده تقدمي منها حلو قوي. وحاجة بسيطة ما كلفتناش اي حاجة، يعني باكو الجيلي دوت والحاجة كوباية اللبن موجودة عندنا في البيت، وعملناها في 5 دقايق ما كملتش معانا حاجة. ايه رأيكم بقى في الشكل النهائي؟ جميلة جدا وعجبت ولادي قوي قوي قوي. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا ما تنسيش من اللايك والكومنت الحلو منك، وتقولي رأيك في الوصفة، عجبتك ولا جربتيها ولقيتيها عجبتك وكده. جربيها وقولي لي رأيك. وما تنسوش بقى اللايك والمشاركة كده للشير للفيديو علشان أكبر عدد يشوفه والقناة تكبر بيكم إن شاء الله. بصوا شكلها حلو جدا وطعمها جميل جدا، وألف هنا وشفا لكل اللي كل منها. بصوا الجيلي متماسك وحلو جدا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. وصفة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا 5 دقايق، وكان معانا وصفة حلوة لولادنا وأي ضيف يجي على غفلة تبقى حاجة موجودة عندنا، ما تعبناش فيها ولا جبنا حاجة من بره ولا أي حاجة. باكوين جيلي بس بيبقوا عندنا موجودين في البيت لأي وقت طوارئ. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.